باب الجزر. محمد عن الحسن بن علي أو غيري عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكل الجزر يسخن الكليتين ويادي الخيب علينا. الناس دي ما بتفكرش غير في كده، يادي القرف. يعني حاجة مش مع الواحد مش عارف يقرأ حديث كامل على بعضه، لازم نفضل نقعد نقول تطنطن من هنا لبكرة الصبح. ايه ده؟ هم الحقيقة الشيعة معترفين ان عندهم تحريف في القرآن، وده انا يعني برفع لهم الشابو بصراحة احتراما ليهم على شجاعتهم. بجد الشيعة بيقولوا ان عندهم تحريف في القرآن ومعترفين بيه. قال: من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبلها. لا مش يبلها، يبليها، هي المفروض تبقى يبريها، يعني يبليها يعني تدوب منه. فهيفضل في سرور، يفضل طول النهار يضحك، طول النهار يقعد يضحك، يا حرام، مبسوط جدا من نفسه. بيفكرني بآدم وهو قاعد فوق، يفضل طول النهار والليل مسرور وسعيد وعمال يضحك ومزقطط لغاية لما تدوب منه خالص. عن بعض أصحابنا بلغ بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لبس نعالا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه. تفضل حضرتك باصص في انبساط وانشكاح طول ما انت لابسها. مين شيعي؟ في حد شيعي هنا؟ لو في حد شيعي يطلع يقول لنا الجزمة الصفراء والجزمة السوداء. هو دلوقتي وهو قاعد لابس مين فيهم؟ باب البصل. باب البصل. دخلنا على المطبخ. استنوا احط ده بس عندي وبعدين نشوف الأستاذ نمرود بيقول ايه. باب البصل. ناس رايقة. الناس دي رايقة جدا، عاملين باب البصل وباب الجزم وأبواب كتير خالص. البيبان عندهم ببلاش. أستاذ نمرود اتفضل حضرتك، بس ما تقولناش الشهادة، مش عايزين نسمع الشهادة منك، عايزين نسمع حضرتك سني ولا شيعي. اتفضل. أكل الجزر ده غير البصل؟ يعني هو باب البصل لكن بيتكلم على الجزر، ولا ده لينك تاني يا مايتي؟ اللي بعده: أنا فتاة عمري 16 سنة وأبي أحيانا يقبلني. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز إذا كان يقصد كده. فاهمين بقى حضراتكم؟ طلع لا يجوز. طلع لا يجوز. رجل مارس ايه ده؟ هي كله كده؟ هي كل أسئلتهم كده؟ رجل مارس مع فتاة وحدث حدوث، ماذا يترتب على هذا؟ لا البتاع ده نقفله خالص، بس ما ينفعش نفضل قاعدين كده طول النهار. خلينا في التوم أسلم. الأخراني ده كان بايظ خالص. قال: في المرأة الحامل تأكل السفرجل. أكيد طبعا شرحبيل. شرحبيل لما هيجي يقول حديث هيتكلم على السفرجل أكيد. فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا، يبقى بيوصي المرأة أنها تأكل السفرجل. محمد بن يحيى: إيه السفرجل ده؟ حد يفكرني ليه اسم تاني أو يترانسليت بس لأي لغة تانية. السفرجل اللي هو إيه؟ ما هو السفرجل يا جماعة؟ فكروني. إيه السفرجل ده؟ لا قصدي يعني ان المرأة الحامل تأكل السفرجل فإن الولد بيطلع منها طيب الريحة وأصفى لونا. محمد بن يحيى عن الخزاز عن محمد بن مسلم قال: أبو عبد الله عليه السلام ونظر إلى غلام جميل ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام آكل السفرجل. ده الأب كمان لو أكل السفرجل الولد يطلع حلو. على كده الولاد الأجانب اللي بيطلعوا زي البوبيهات دول ماسكين سفرجل طول النهار والليل عمالين ياكلوا فيه. السفرجل يا جماعة، عايزين شيعي يكلمنا عن قيمة السفرجل والنعل الأصفر لو سمحتوا. انتي ملتك ايه؟ انا ملتي بوتوكية يا أستاذ نادر. ولا فيها سفرجل إجباري، ولا فيها توم، ولا فيها بتنجان، ولا فيها جزم صفرة وجزم سودة. قال انت لما تلبس الجزمة الصفرة تبقى مبسوط، لما تلبس الجزمة السودة تبقى متنكد وحالتك حالة.
يا سيدي ده ان عندهم اكل حلو قوي يا سيدي في الشيعة الناس دي، ده هم قاعدين يكتبوا كتب عن البتنجان يا سيدي. ايه ده؟ كل الاحاديث اللي بتتكلم عن فوائد اطعمة معينة كلها احاديث ضعيفة. ده كتب سنة يا شيكابالا مالكش، كتب شيعة يا شيكابالا مالكش فيها انت، موضوع كبير عليك شوية يا شيكابالا. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير تموركم البرني فطعموه نساءكم في نفاسهم. الشيعة ضالين زيكم. هم الحقيقة الشيعة معترفين أن عندهم تحريف في القرآن، وده أنا يعني برفع لهم الشابو بصراحة احتراما ليهم على شجاعتهم. بجد الشيعة بيقولوا أن عندهم تحريف في القرآن ومعترفين بيه. باب التقية، باب التقية ومال التقية يعني الكذب. ده باب عظيم جدا، ده باب عظيم جدا هادف، تحسه كده بيعلم الناس ازاي تبقى ناس محترمة.